غالبا ما يستخدم رمز رأس الذئب للتعبير عن الشجاعة والقوة في المعركة، وهو شيء واقعي، فالذئاب حيوانات استراتيجية ولديها أسنان حادة كالخناجر، مما يضعها في قمة السلسلة الغذائية. لكن هل يمكن لهذا المفترس الجبار أن يتغلب على أفضل صديق للإنسان؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو، هيا بنا. لدينا هنا مقطع مذهل يظهر كلب الكنغال وهو يهاجم ذئبا ويدق عنقه. من الغريب رؤية حياة مثل هذا المفترس الشرس وهي تنتهي بسهولة هكذا على يد ما نعتبره حيوانا أليفا محبا ولطيفا كالكلب. لكن كلب الكنغال معروف بقوته وعضلاته الكبيرة، وهو يستخدم في اصطياد الذئاب منذ وقت طويل جدا. الآن سنلقي نظرة على واحدة من أكثر هجمات الكلاب على الذئاب التي تم التقاطها على الكاميرا إثارة للصدمة. وقع هذا الذئب المسكين ضحية لكلبي بيتبول لا يرحمان. من الواضح أنه ليس لديه أي فرصة في التغلب عليهما، فلم يستغرقهم الأمر وقتا طويلا للقضاء عليه. ما نوع الكلب الذي تقتنيه أنت عزيزي المشاهد؟ وهل كنت تعلم أنه يمكن استخدامه كسلاح فعال ضد أحد أخطر الحيوانات المفترسة في مملكة الحيوان؟ أخبرنا عن حيوانك الأليف في قسم التعليقات أدناه. وإذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، ولا تنسى أيضا تفعيل جرس التنبيه ليتم إشعارك عندما نقوم بنشر فيديوهات جديدة. إلى اللقاء في الفيديو القادم.